السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية إني أطير. حلم الطيران في المنام. ربما يدل الطيران في المنام على انفراج الكرب وحل المشاكل. كمان بيدل على الهروب من الكبت والانعزال. ربما بيدل على إيجاد حلول لمشاكل تعاني منها في الواقع وتظن استحالة حلها. بيدل كمان الطيران على قوتك في حل أمورك والتعامل مع المصاعب في حياتك. بنقول من رأى أنه طار من سطح إلى سطح أعلى فهو بيدل على ارتفاع قدره وعلو همته. من رأى أنه يطير بجناح أو من غير جناح فهو بيحصل تغيير في حياته للأفضل. ومن طار من أرض إلى أخرى نال شرف واكتشف خبايا وأسرار. من كان فقير ورأى أنه يطير فهذا بيدل على غنائه ومكاسب كثيرة في الطريق إليه. من رأى نفسه يطير في عناء السماء فهذا بيدل على قيامه بفريضة الحج. من رأى أنه لا يطير بأجنحة فهذا يدل على حصوله على شيء يتعجب منه الناس. ومن رأى أنه يطير وقد سقط على شيء فهذا يدل على حصوله على الشيء الذي سقط عليه. من رأى أنه طار وهو ماشي خير. من رأى أنه يسابق أحد في الطيران وغلبه فسوف ينتصر عليه في الحقيقة. من رأى نفسه يطير مع مجموعة طيور فهذا يدل على أنه يرافق غرباء. من رأى في المنام إنه غير قادر على الطيران فهذا بيدل على انعدام الثقة بنفسه. ربما دل على شخصيته الضعيفة أو عدم قدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة في حياته العملية أو الشخصية. وإن كان الرأي يعاني من مرض الاكتئاب أو مرض نفسي فالطيران في حلمه بيدل على الشر ومروره ببعض المشاكل. أما الطيران من مكان إلى مكان آخر لا يعرفه الرائي هو بيكون موت للرائي أو أحد الأقارب. ومن رأى أنه يطير ثم نزل على الأرض فهذا بيدل على مرض الرائي، مرض شديد ولكنه سوف يشفى منه بإذن الله. من رأى أنه يطير ولم يسافر بيدل هنا على البطالة وفقدان الوظيفة. من رأى أنه يطير من مكان حسن إلى مكان رديء دل ذلك على ذل وهوان الرائي ومكانته. من رأى أنه يطير بدون جناحين ربما يدل على صعوبة ومشقة للرائي في الحصول على أمنية معينة. من رأى أنه يطير في الفضاء بعيد فهذا بيدل على المرض أو الهم، والله أعلم. الطيران في المنام انتقال من وضع إلى وضع آخر. فمن رأت في منامها أنها تطير من سطح إلى آخر أو من دار إلى آخر وهذه الدار تعرفها فهذا بيدل على طلاقها وزواجها من شخص آخر تعرفه. من رأت أنها تطير من دار إلى دار أخرى لا تعرفها فهذا بيدل على انتقالها للدار الآخرة واقتراب الأجل. والطيران للمتزوج تحقيق للأماني وترقية في العمل وخير وحرية واستقرار عائلي. من رأى أنه يطير من سطح إلى آخر بيدل على طلاقه لزوجته واستبدالها بزوجة أخرى، ربما يدل على ثروة وأموال طائلة. الطيران بشكل عام خير وعز وجاه وسلطان وتحقيق للأماني وما يظن البعض مستحيل. وكلما ارتفعت عن الأرض كلما كان خير، وكلما رأيت المكان الذي تطير إليه كلما زاد خيرك وتحقق أمنيتك. وأغلب رؤى الطيران خير إلا في مواضع الذي يعقبها السقوط هو دليل شر للرائي أو للرائية. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.